السلام عليكم. ناس كتير سألتني وقالت لي اعمل فيديو عن تجربتك واستخدامك للفي الفيجوري. انا استخدمته بقاله معايا اكتر من 3 سنين ومشيت عليه اكتر من 50,000 كيلو. فالفيديو ده انا بصوره تاني مرة، فقبل ما تخش على الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتحط لايك واشتراك. ويلا بينا بسم الله. هنبدأ اول حاجة بالعيوب. انا الموتوسيكل انا صورت الفيديو ده مرة ودي تاني مرة، فاقول نفس الكلام برضه. كالعيوب هنقسمها لثلاث حاجات. اول حاجه الفبر، تاني حاجه الموتور، ثالث حاجه العيب اللي قابلني انا كشخصي. ظرف ممكن يكون ما قابلش حد تاني في نفس الموتوسيكل، بس اللي قابلني هو ظرف الموتوسيكل اول حاجه. والفرامل برضو، بس الفرامل مش قوي يعني. مثلا عندك الفبرايه دي، انا دي اصلا بتاعت البنيل، يعني دي قطع غيار تانية وبرضو اتكسرت تاني. اول واحده اصلا كنت بعمل كده اتشالت في ايدي حرفيا، فانت متخيلين. وفي الفبره اللي هي بتبقى نازله اللي هي الديله، برضو نفس الكلام، ما مش احسن حاجه. وعندك الفبره دي مش كويسه لكن مقضيه الغرض. لكن بالنسبه للجنبين والجنبين دول كويسين، هم البنيلي بالظبط. والرفرف كويس، وطبعا الفانوس برضو كويس لحد ما ايه، مشفتش منه اي مشاكل. انا كل ده بحكيه بعد اكتر من 3 سنين استخدام، وماشي عليه اكتر من 50,000 كيلو. انا لو بصيتوا للعداد كده انا ماشي عليه 45,000، لكن انا الكابل كان مقطوع مني فتره وما كنتش لاقيه وحوار كده وسوق نفسي، والحمد لله جبته تاني. المهم ده كده بالنسبه للفكره. تاني حاجه بالنسبه للموتور، الموتور ده القديم في منه السي بي اف الجديد. انا شايفه احسن من الموتور ده، بس الموتور ده هو كعيوبه ان هو ملوش قطع غيار قد كده، لكن انا شايف في الفتره الاخيره بدات تتوفر الى حد ما، ومش هتبقى صعبه تجيبها، لكن مش هتلاقيها في اي حته. تاني حاجه الموتور ده بينزل معاه سربنتين الزيت، ودي حاجه حلوه. لكن الموتور السي بي اف انا شايفه ان هو نزل من غير سربنتين زيت، ونازل عادي. بس موتور سي بي اف ليه كده غيار كتير، فلا قدر الله جه مثلا عايز يعمر هيعمر بسهوله، مش هتبقى بنفس الصعوبه بتاعه الموتوسيكل ده. تالت حاجه قابلتني برضو هي الظرف. انا لو ركبت على الموتوسيكل كده، طقم الظرف ده انا مصلحه كتير، يعني كل شويه اصلحه. فين كل ما اصلحه، انا عايز اجرب لكم دلوقتي. مخلخل كده او مخلوع، مش مخلوع اللي هو ايه سايب. طب ليه؟ ما اعرفش انا. يعني انا نفسي اشوف له حل اصلا، يعني نفسي اعرف نفسي اشوف له حل او حد يعمله. وكل ما اصلحه يقعد اسبوع بالظبط ويرجع يفك بنفس الطريقه. غيرته، ربطته، عملت كل حاجه اللي هو طقم الظهر. هو ما بيبص بس بيفك. ايه السبب بقى؟ ما اعرف. والفرامل برضو جه في اول ما جبته قعدت لحد مثلا سنه كده. الفرامل كانت مش احسن حاجه، وكانت بتمسك وساعات كانت تسيب خالص، لحد ما انا غيرت الباكن بتاع الفرامل، والدشمه فيها حاجات غيرها الراجل بتاع الفرامل، وكذا حاجه لحد ما ايه اتظبطت. يعني الحمد لله صلحتها اتصلحت تمام كده. انا شايف ان هو مفيش عيوب تانية يعني العيوب اللي انا قابلتني. لكن كشاسيه ما شفتش حد اشتكى منه، انا ما اشتكيتش منه. ايه تاني، الناس كتير بتخوف يعني حاجات الموتوسيكل ده بالذات، ان هو الفيجوري حاجه السمعه مش احسن حاجه يعني. تمام. ايه المميزات اللي في الموتوسيكل ده؟ اول ميزه اللي انا شايفه السعر ما بينه وما بين البنيلي. كنت بتاخد نفس الركوبه، لا في فرق حوالي 15 ل 20,000 جنيه. فيستاهل، يستاهل. يعني انت لو مثلا هتجيب الموتوسيكل بتاع البنيلي اللي مستعمل، وقدامك برضه نفس الخيار اللي انت تجيب الموتوسيكل ده زيرو، لا جيب الموتوسيكل ده زيرو، وهتاخد نزاهه الزيرو، وهتاخد ان هو يبقى موتوسيكلك ايه اول ركوب. لو في ايدك اللي انت تجيب البي ال ام زيرو، طبعا جيبه احسن من الفيجوري بالنسبه للخامات وحاجات كتير. لكن انا بشوفه ان كمان بالموتور، لو قارنته ما بينه وما بين الفي ال ام البنيلي، الموتور هنا على كفينا، الموتور هناك على السياخ طبعا بيستحمل اكتر، لكن صوته خشن شويه، ومش بنفس سرعه الكاتينا بتبقى اسرع وصوتها اقل، لكن العمر الافتراضي بتاعها طبعا اقل من السياخ. بس كمميزات هو موتوسيكل ما شاء الله جميل كويس. وطبعا سيبوك اللي هو عايز اسلق، بس انا يعني اتمتعت بيه، الحمد لله راضي بيه جدا. اشتغلت بيه كتير، يعني هو اغلب ماشي بيه شغل. طلعت بيه فسح، يعتبر سافرت بيه، رحت بيه مسافات كبيره، يعني رحت بيه الساحل، رحت بيه رشيد دي سهله، رحت بيه يعني بروح بيه مسافات كبيره. ولو رحت القاهره يروح معايا القاهره، بس مش بتاع كده يعني. بس انا بقول لك ان هو يعمل كل الكلام ده عادي زيه زي اي موتوسيكل.
و200 سي سي، فالحمد لله. وكمان يعني لو جينا نقول مواصفاته برضه سريعا، الموتوسيكل باكم ورا وباكم قدام، وبموتور 200 سي سي، وعداد نص ديجيتال ونصه مانوال بس. فهو موتوسيكل يعني كويس وما شاء الله التانك بتاعه كبير زي البي ال ام. انت راكب نفس تجربه البينيلي بالظبط. يعني لو جبت، انا ركبت البي ال ام طبعا البينيلي نفس الركوبه بالظبط. لكن بقى طبعا انت لو قارنته، يعني انا قلت لك اللي هو الحاجات الوحشه والحاجات الحلوه، انت برضه شوف البينيلي، لان هو دي اصلا يعني انا بشوف ان دي احلى موتوسيكل تشتغل، يعني موتوسيكل للشغل هو والبي ال ار طبعا. بس البينيلي احسن البي ال ام او الفيجوري بخصوص المساعدين اللي ورا. لو انت بالذات اللي هيشتغل وزنك زايد شويه، فبشوف ان ده خيار حلو ان هو يستحمل معاك في الشغل، النقل الذكي والشغل عامه، وبالذات النقل الذكي. يعني انا كنت عايز اجيب البي ال ام طبعا البينيلي بس ما عرفتش، فقلت خلاص ايه اتوكل على الله في الفيجوري. بصراحه الموتوسيكل يعني اعطاني كل اللي انا عايزه، يعني ما بخلش عليا في اي حاجه. لكن الفي ال ار بشوف ان هو بمساعد واحد ممكن يعني ممكن ما يكونش احسن حاجه بالنسبه للاوزان الثقيله، لكن ده يستحمل اوزان ثقيله اكتر، وفي الشغل النقل الذكي طبعا ده يستحمل اكتر. وكمان قعدته راسيه شويه. هو طبعا شكل الفي ال ار احلى شويه، لكن انا بشوف ان البينيلي الفي ال ام او الفيجوري عامه الاثنين نفس الشكل، شكله هجومي شويه وراسي على الارض. يعني وانت ماشي المساعدين اللي قدام بتديك، ان طبعا الفي ال ار ما فيهوش مساعدين مقلوبه، هنا المساعدين مقلوبه بتديك اتزان حلو كويس على الارض. فبس لو وصلت لحد هنا يعني انا اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واكون يعني قلت لكم ايه ريفيو كامل بسرعه كده وتجربتي. وانت بقى شوف، يعني انت لو واحد بتدور، يعني شوف الفرق ما بينه مثلا ما بين الفي ال ار، ما بين في موتوسيكلات للشغل كتير يعني. بس انا بشوفه كشكل يعني كموتوسيكل ليه شكل حلو وينفع للشغل طبعا الموتوسيكل الفي ال ام او الفي ال ار. وفي كام موتوسيكل برضه يعني لو عايزين نتكلم واعمل عليهم فيديو مخصوص هبقى اعمل عليهم ان شاء الله. بس ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي اول حاجه، وتحط اشتراك ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.